السلام عليكم. اليوم غادي نصايبوا العجينه ديال البيتزا بطريقه بروفيشنال بحال اللي كتصايب هنايا في البيتزات في امريكا. غادي نحتاج كيلو ديال الدقيق 2 باوندز. غادي نحتاج معلقه صغيره ديال الخميره ومعلقه صغيره ديال السكر ونص معلقه ديال الملح. عندي هنايا تقريبا ثلث الكاس ديال العنبه اللي هي 50 مليلتر ديال زيت العود مخلطه مع زيت المائده، quarter of the cup. وعندي هنايا نص لتر ديال الماء. غالبا كنديروا نص المقدار ديال الدقيق هو الماء، ولكن لو لقيناها ناشفه بعض المرات كيكون الدقيق كيشرب الماء بزاف غادي نزيدوا شويه الماء، ولكن غالبا كنديروا الماء نص لتر والدقيق كيلو، زعما دائما النصف ديال القياس. اولا غادي نديروا الماء هنايا في الماكينه، وغادي نديروا الخميره، الماء راه دافي، وغادي نديروا السكر والملح والزيت ونخليو هذا الشيء يدور واحد 4 دقائق بوحديته. من بعد ما دورتهم هاد الخليط دورته تقريبا 4 دقائق. دابا غادي ندير الدقيق، ندير الدقيق كامل. كتشوفوا هذاك الخليط اللون ديالو تبدل مع المزيج ديال الزيت مع الخميره ومع الماء. البيتزا خصها تدور بشويه، ما تجهدوش عليها الماكينه، خصها تدور غير بشويه. غادي نخليوها تدور بشويه حتى تجمع لينا كامله وتعلك تقريبا شي نص ساعه نخليوها على خاطرها. العجينه ديالنا هي وجدات. كيف قلت ملي غنزيدوا الطحين على الماء غادي نديروها في الماكينه تعجن غير بشويه، ما نجهدوش عليها الماكينه تقريبا نص ساعه. وما خصهاش تعلك بزاف بحال الخبز، كتجي شويه قاصحه، هي كتكون باقا شاده راسها بحال هكايا. دابا غادي نقطعوها على حسب القياسات اللي بغينا، واش بغينا نديرو بيتزات كبار ولا صغار. انا غادي نقسمها تقريبا على 4. تبعوا معايا الطريقه ديال الجميع ديالها باش كتجي مزيانه. دابا هكا خاصنا نجمعوا البيتزا بحال هكا 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 هكا، نحطوهم هذاك التقطيع اللي قطعناها درجعوها لتحت هكا هكا. خاص البيتزا تجمع بحال هكا. هذه هي الطريقه بروفيشنال كيفاش كيصايبوا البيتزات هنايا هكا. هذه درتها صغيره شويه. دابا غادي ندهنهم بالزيت، ما ديروش الدقيق نهائيا، غادي ندهنهم بالزيت بحال هكا من الفوق ومن التحت كاملين. باش ما يلصقوش ليا النيت منين نبغي نهزهم، ما يلصقوش ليا مع هاد الرخامه. تقدروا ديروهم في بلاطو الا بغيتو، المهم ديروا الزيت. وغادي نغطيهم بالبلاستيك هكا، خلي لهم اتساع فين غادي يخمروا بحال هكا. نخليها واحد على الاقل نص ساعه، نص ساعه يخمروا، وغادي نرجع باش نقول لكم شنو غنديروا. كما قلنا خليتهم واحد نص ساعه حتى بداو كيخمروا. البيتزا احسن باش تصدق مزيان وتجي مزيانه خاصها تبات في الثلاجه. الا بغيتي تصايبي بيتزا عجنيها في الليله قبل وديريها في الثلاجه وغدلي عاد استعمليها. اولا احسن كاع من الثلاجه هو الفريغو. ديريهم تصايبي البيتزات بحال هادو وديريهم في الفريغو. ملي كتجبديها من الفريغو تستعمليها كتخليها ديري ليها الزيت وتخليها تطلق حتى كترجع تخمر عاد كتستعمليها. دابا اللي بغى يستعملها نفس النهار غادي يغطيها بالميكا ويخليها تزيد تخمر مزيان واحد 2 سوايع
حتى يتضاعف كاع الحجم ديالها، عاد يطلقها ويصايب بها البيتزا. وكما قلت احسن انك صايبيها في العشيه، ومنين من بعد ما تخمر ديك نص ساعه ديري ليها بلاستيك وخليها تبات في الثلاجه. لا غد لي خرجيها واحد نص ساعه ولا ساعه قبل ما تبداي تعمريها، خليها تزيد تطلق مزيان تخمر. دابا انا ما غاديش نستعملهم، غادي ندير لهم بلاستيك لان ديجا مدهونين بالزيت بحال هكا. غادي ندير لهم بلاستيكه هكا وغادي ندخلها للفريغو. ما تخليوهاش الا ما غتستعملوهاش نفس النهار، ما تخليوهاش تخمر بزاف، تخمر غير النص كما درت ليها دابا، وترجعوا تدخلوها اما الفريغو اولا الثلاجه. تقدروا تدخلوها الثلاجه تصايبوها الصباح بكري وتدخلوها للثلاجه باش تستعملوها بالليل، خصها واحد 4 ولا 5 سوايع في الثلاجه. عاد خرجوها تزيد تخمر واحد نص ساعه ولا ساعه باش نستعملوها. احسن طريقه كما قلت هي في صايبي العجينه البيتزا ديالك 4 ولا 5 ولا هذا، وديريهم في الفريغو حتى لغد ليه، عاد بداي تستعمليها. خرجي وحده بوحده النهار اللي تبغيها. نتمنى تعجبكم هاد الطريقه وتجربوها، راها ناجحه بزاف. وشكرا على المتابعه.